عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتكم شيوات مريم وفيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم الحليوه ديال العيد اللي وجدت، كتجي زوينه وغزاله. غادي نحتاج فيها 250 غرام ديال الزبده، 2 كيسان ديال الزيت، كاس ديال النشا، وكاس ديال سنيده، وكاس ديال السكر كلاصي، وجوج علب ديال الياغورت الفاني، وجوج اكياس ديال خميره الحلوى، وكيس ديال الفاني، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. هنا البنات غادي نضيف غادي ندير الزبده، غادي ندير معها سكر سنيده، وغادي نعجنها مزيان مع سكر كلاصي. هنا البنات غادي نضيف سكر كلاصي صافي، وغادي نبدا نعجنها مزيان حتى نحصل على شكل كريمه ولا بوماد ولا المهم بحال هكا البنات. وهنا غادي نضيف كيس ديال الفاني ونخدمها مزيان صافي. هنا غادي نبقى نضيف هاد 2 كيسان ديال الزيت بالتدريج البنات، كاس بكاس، وانا كنخلط حتى كنحصل على كريمه. هنا البنات ملي حصلت على هاد الكريمه غادي نضيف كاس ديال النشا ونخلطو مزيان عاوتاني حتى يولي كريمه صافي. هنا غادي نضيف 2 علب ديال الياغورت بالتدريج البنات، واحد مورا واحد حتى ندخلو في ديك الكريمه هذيك. من بعد البنات كنضيف الدقيق تيبقى على حسب الخليط. هنا ملي ضفت الدقيق البنات غادي نبدا نخلطو اولا نجمعو غير بصباعي، يعني ما نحاولش ندلك. وغادي نضيف 2 اكياس ديال خميره الحلوى من وزن 8 غرام، يوم 16 غرام البنات صافي. ونخلي العجينه رطبه. هنا البنات كي كتشوفوا العجينه راها رطبه، شتوها كي جات. انا علاش خليتها رطبه؟ باش نفرقها على 4، باش نقسمها على 4 نتاع الاجزاء، باش هكا كل جزء البنات نسموه بالمذاق اللي بغيتو صافي. هنا قطعتها ل4 القطع، تقدروا ديروها ل3 او ل2، المهم البنات اللي بغيتو صافي. هنايا البنات غادي ناخذ واحد الجزء هكا وغادي نسمو بالنكهه ديال الفريز، يعني تقدروا ديروا ليه اللي بغيتو البنات. انا غادي ندير واحد نص معلقه ديال النكهه ديال الفريز، راه كتجي فنه، واحد الريحه فيها غزاله البنات صافي. البنات هنا غادي نبدا نجمعها بصباعي هكا، وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، يعني راه كنخليها رطبه باش انا منين نضيف داك الدقيق البنات كتجيني هي هذيك، يعني حتى نجمعها كاع بالدقيق وتكون مازال طريه شويه، هي ما تكونش كتلصق في اليدين صافي. غادي نبقى مستمره البنات انا كنزيد الطحين وكنجمعها غير بصباعي هكا باش ما تجمعش ليا العجينه في الطياب صافي. هنا كي كتشوفوا راه باقا طريه، غادي نلويها في السلوفان او الكيس بلاستيكي باش تبقى طريه صافي. هنا البنات غادي ناخذ النكهه اخرى، غادي نكه بالنكهه ديال البرتقال، وغادي نجمعها بنفس الطريقه ونضيف الدقيق بنفس الطريقه البنات صافي. هنايا غادي نعاود نكهها بالنكهه ديال الناطا، اولا ممكن تنكهوا اي نكهه البنات بغيتو صافي. وبنفس الطريقه كنجمع هذه البنات، هذه بالضبط كتجي واعره بزاف. درت واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه اللي تكون عامره مزيان، وخلطتها بشويه ديال الماء، وغادي نجمعها هكا البنات. وغادي نبدا نضيف الكاكاو. هنايا انا جمعتها بالكاكاو بوحدو، بغيتو ديروا الكاكاو والطحين ممكن البنات صافي. غادي نجمعها مزيان البنات. هادو هما القطع اللي حصلت عليهم، 4 القطع نكهتهم بالنكهات مختلفه. ممكن البنات تنكهوا بكاوكاو هكا طحنوه وتزيدوه في العجينه، ممكن ديروا الزنجلان البنات وتزيدوه في العجينه، يعني البنات النكهات كيبقاو اختياريه على حسب الذوق ديالكم نتوما صافي. هاد الشكل ديال الفريز البنات اللي نكاتو بالفريز غادي نكورو هكا دوائر اللي تكون صغيره، حيت لحقاش كتنفخ في الفران، هي ما تكونش صغيره بزاف، يعني القياس صافي. غادي ندوزها في بياض البيض، وغادي ندوزها في كاوكاو كونكاسي ولا لوز كونكاسي ولا زنجلان ولا اي حاجه البنات كتفضلوا صافي. وغادي ندير هاد الحفيره هذه في الوسط كي كتشوفوا على هاد الشكل هذا البنات صافي. البنات انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الشكل هذا ونرجع معكم
صافي هنا البنات من بعد ما شكلتهم هكا دوائر حطيتهم في طاوله الفران وخديت هاد القريعه ديال الزر ديك الصغيره البنات صافي، وبقيت كندير ديك الحفيره في الوسط، يعني بحال هكا الا عندكم شي حاجه هكا مدوره اللي تقدروا ديروا بها حفيره البنات، ديروا ديك الحفيره هكا في الوسط. انا هذه هي اللي لقيتها قدامي وانا نخدم بها، جات مزيانه وفي القياس. المهم وركوا عليهم مزيان حتى توصل لتحت حيت كيتنفخوا البنات، او الا دخلتهم للفران وتنفخوا لكم عاودوا تقبوهم. صافي البنات غادي ندخلهم للفران على 150 درجه ونرجع معكم. صافي هنا البنات غادي ناخذ الشكل الثاني اللي نكاتو بالبرتقال. غادي نطلقوا بين جوج بلاستيكات حتى نسرحوا مزيان، يعني بغيتو تخليوه يكون غليظ شويه البنات خليوه، انا رققته شويه. هنايا غادي نقطعوا بهاد القطعه هذه على شكل مستطيل. صافي غادي نبقى مستمره هكا في التقطيع البنات. المهم نتوما تشكلوا الشكيلات اللي حبيتوها البنات، غير هادو ديال الطابع كيجيو عاطين من النظر على دوك بحال هكا الا كورتوهم كيجيو كلهم مكورين، من الاحسن شكلوه هكا بالطابع ولا باللي بغيتو. صافي ملي كملت هذاك البنات انا دزت للشكل الاخر اللي نكاتو بالناطا. هنايا غادي نقطعو على شكل هكا على هاد الشكل دوائر تيجي زوين ورواقي. هنا غادي نحاول ندير واحد الحفيره هكا في الوسط، كنثقبوا البنات وكنحيد ديك الدائره كنحيدها. صافي غير هو البنات الطياب يكون على 150 140 درجه، المهم يكون الفران ناقص ومهيل باش سمحوا لي، باش هكا ملي كيطيبوا كيجيو واخدين الطياب من الفوق ومن الداخل البنات. حيت البنات الا جهدتوا عليهم الفران كيجيو مخطوفين، يعني كيجيو محمرين وما كيكونوش طيبين من الداخل. هذا البنات الشكل نتاع الشكلاط والنكهه ديال القهوه، عرفتي كي البنات كيجي خطير واحد البنه فيه، هذا العشاق القهوه كتجي فنه ورائعه بزاف. صافي هنا البنات حتى هو كنقطعوا على هذا الشكل هذا البنات. صافي البنات وغادي نوضعوا في الطاوه ديال الفران حتى هو نطيبوا بنفس الطريقه. وهذا البنات هو الشكل اولا الاشكال اللي صوبت معكم اليوم ديال هاد الحليوات. هادو كيجيو على هذا الشكل هذا من بعد ما خرجتهم من الفران، راه كيجيو محمرين. شفتوا البنات راه طايبين، غير هما كيخص العافيه تكون مهيله عليهم باش يطيبوا حتى من الداخل. المهم هكا كيجي الطياب ديالهم البنات. وهذا هو داك الكحل، ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يجيكمش داك الكاكاو مع القهوه يجيكم ممر. صافي البنات بالنسبه لهادو غادي ندوز معكم الشكل الاول نقادو اولا نزينو. غادي ناخذ هاد الشكيلات هادو البنات بحال هكا. هنايا في هاد الكاسرونه هادي خديت الكونفيتور اولا المربى ديال الفريز اولا ديال المشمشه البنات بحال درت عليه النكهه ديال الفريز ودرت ليه واحد المعلقه ديال السكر ومعلقه ديال الجليكوز وخليتهم فوق البوطه تغلاو مزيان. هذا راه باقي ما بردش، غادي نخليه حتى يبرد. هنا البنات انا غادي نعمر به ونخليه يبرد فيهم باش كيجي قابض في راسو. صافي البنات انا غادي نزين هذا الشكل هذا على هكا البنات، نزينو بهذه الطريقه هذه. غادي نعمر هاد الحفرات كاملين ونرجع معكم. وهذا البنات بالنسبه للشكل الدائري اللي خليت فيه ديك الحفيره في الوسط، كندوب الشكلاط الابيض. انا استعملت كالا كيجي زوين البنات، دوبتو. غادي ندوز فيه هاد القطع ديال الصابلي اولا الحلوه، غادي نحاول نغطسهم ونحاول ننزل منهم داك الشكلاط مزيان البنات بهذه الطريقه هذه، ونحطهم في شي بلاستيك ولا في ورق ديال الزبده. شفتوا البنات هاد الطريقه اللي درت ليهم كنحطهم في ديك البلاصه وكنعاود نجرهم باش هكا كيتقادوا ليا من التحت وما كيجيش داك الشكلاط دايب عليهم هكا من الجناب. وكنزين بهاد الوريضات هادو البنات راه كيتباعوا عند دوك اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلوه. وهنا البنات هاد الصابلي هذا ديال الشكلاط والقهوه كندوزو حتى هو في الشكلاط كحل وكندير ليه نفس الطريقه البنات. يعني كناخذو هكا كنهزو بالفرشيط وكنبدا كنضرب شويه داك الشكلاط باش ينزل. صافي وكنحطو حتى هو ينشف. وهذا البنات بالنسبه للصابلي اللي كنديرو هكا بالنكهه ديال البرتقال. انا البنات حيت ما متوفرش عندي المربى ديال المشماش نتوما استعملوه، انا درت المربى ديال الفريز ودرت فيه النكهه ديال البرتقال باش ما كيجيش غالب عليه داك الفريز.
صافي الا عندكم ديال المشمش البنات ديروا المشمش ومعاه الجليكوز، يعني نفس الطريقه ديال الاول كنديرها لهذا. وهنا خديت كاوكاو ايفيلي او لوز ايفيلي اللي بغيتو البنات، وكنحاول نهرسو شويه باش ما يبقاش هكاك واقف ويشد ليا في الصابلي. هنا البنات عمرو مزيان الصابلي بهذا بالكونفيتور، يعني دهنوه مزيان باش يشد لكم داك، يشد لكم هكا داك كاوكاو. صافي انا غادي نكمل التزيين ديالهم حتى نتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالهم. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال البلاطو اللي شاركت معكم اليوم. حليوات كيجيو زويونين وراقين وكيجيو فنين في المذاق وحتى في الشكل ديالهم كيجيو رويقين وزوينين. نتمنىكم البنات تجربوهم. هاد الحليوه هادي نتاع الشكلاط ونسكافيه او القهوه سريعه الذوبان كتجي خطيره في المذاق ديالها، كيجي واعر واعر بزاف. نتمنىكم البنات تجربوهم. هذه البنات المشوكه اللي صوبت معكم كتجي على هذا الشكل هذا، عمرت دوك الحفيرات. هادو البنات راني دوبت الشكلاط وزينت، المهم غطستهم في الشكلاط وزينتهم بخطيطات الشكلاط وهاد العقيقات هادو. وهذه كذلك زدت دوك الخطيطات هكا من الفوق كي كتشوفوا البنات كتجي واعره واعره بزاف وزينتها بهاد الوريضات هادو. راه كيتباع عند دوك اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلوى، راه كتلقاو عندهم هاد الوريضات كتلقاوهم في شكيلات وفي لوينات اخرين. نتمنىكم البنات تجربوا هاد البلاطو هذا الحلوى سهل واقتصادي ودغيا كيوجد. الا وصلتوا حتى لهنا وشفتوا الفيديو ديالي كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، بالصحه والراحه وبسلامه عليكم.